واسمح لنا برشا خاطر جينا شويه مؤخرين عليك، لان كنت مسافر وحبست لنا. بارك الله فيك. السي خالد بريحي، تاهل مستحق جدا في مباراه كانت صعيبه في ظروف صعبه جدا. اولا مرحبا بكم، وما فماش حتى قلق، بالعكس بليزير باش نتكلم، وانتم مشكورين على الخدمات نتاعكم، على المجهودات نتاعكم تقوم به. كانت المقابلات الثلاثه حاسمه مع الهلال السوداني ومع تي بي مازامب ومع فريق يونغا. الثلاثه معناها مقابلات كانوا مقابلات صدقني مصيريه وحاسمه. نعتقد اللي رئيس النادي وهيئته وجماهير المولديه واللاعبين الناس كل قامت معناها بادوار مهمه في الترشح هذايا، والشعب الجزائري نهنيه معناها ونهني روحي بالترشح هذايا ولا التأهل هذايا. وهذا الكل مجهودات كل المسؤولين وكل اللاعبين والجماهير والصحافه والكل هذا اللي بذلتوهم، وبارك الله فيكم الكل. وان شاء الله معناها نزيدوا نتحسنوا ونزيدوا نتقدموا. نحب نقول لكم اللي راهو الكومبيتيسيون هذه كومبيتيسيون صعيبه، وكومبيتيسيون معناها المنافسه فيها منافسه كبيره، فرق معناها عندها تقاليد كبيره في المنافسه هذه. واحنا معناها ان شاء الله بقدره ربي نكملوا الطموح وبهالعزيمه وبهالروح، ورانا معناها جمهورنا، ورانا الهيئه نتاعنا ورئيسنا، ورانا معناها الصحفيين نتاعنا، ورانا كل معناها الجزائريين يعاونوا فينا، وانا متاكد هذا. وان شاء الله معناها نحاولوا نمشيوا لقدام اكثر ما يمكن. كوتش، دور الربع النهائي ثلاث انديه محترمه جدا. هل يعني نقدروا نقولوا اليوم السي خالد بن يحيى يحب يواجه الترجي، فريق القلب، فريق التاريخ، فريق العلاقه؟ شوف احنا عندنا نمشيو ما لازمناش معناها نسبقوا الاحداث. احنا عندنا معناها مقابلات قبل الكاس افريقيا. الكاس افريقيا تقريبا في من ناحيه وعاش اخر مارس تقريبا، كان انا الذاكره نتاعي 22 مارس. قدامنا منافسات ومقابلات معناها صعيبه ومقابلات كبيره في بطوله الجزائر وفي كاس الجزائر. خلينا نقوموا نمشيو معناها نكونوا ناس بعقولاتنا ورزان ونمشيو بالخطوه في كل منافسه. نمشيو معناها باش نكونوا باش نعملوا نتائج طيبه اللي تشرف المولديه وتشرف معناها المسؤولين الجزائريين. ما درتيش مباراه، يعني مباراه ما تفضلش لك تعبد الترجي كوتش؟ يا تو كي يجي وقتها تو نحكيو فيه ان شاء الله. كوتش، الديربي ان شاء الله، الديربي يوم الجمعه ان شاء الله. هاي كيما الدربيات الديربي امام اتحاد العاصمه. مقابلات الدربي كيما مقابلات معناها في تونس النادي الافريقي والترجي، ولا في دول اخرى.